بزرگترین راه پیمایی مردمی دنیا هر سال در ایام 40 شهادت امام سوم شیعیان و به بهانه زیارت مزار او در کربلای معلا برگزار میشه. این اتفاق که بدون هیچ رهبری تشکیلاتی و فقط با تکیه بر باورهای عاشقانه مردم شیعه جنوب عراق شروع شد، امروز تبدیل به یک قدرت نمایی بزرگ فرهنگی سیاسی شده که هیچ صاحب قدرتی در دنیا نمیتونه اون رو نادیده بگیره. فراهم کردن بودجه پذیرایی و برنامه ریزی و هماهنگی برای اقامت 17 میلیون زائری که در طول 20 روز صدها کیلومتر دشت و بیابون رو پیاده طی کنند از عهده هر تشکیلات و دولتی خارجه. اما این سازماندهی پیچیده و مهم به سادگی و با بهترین و کاملترین شکل ممکن توسط مردم عامی و بی ادعای عراقی انجام میشه. واحدهای بدون سازمان و غیر منتظمی که منظمترین مهمونی میلیونی جهان رو سازماندهی میکنند. این فرهنگ نثار و ایثار با این وسعت و کیفیت تو هر دین و ملتی اگر باشه بی‌نظیره و مایه مباهات. و خوشبختانه این افتخاریه که زیر سقف آسمون دنیا منحصر در شیعیان و دوستداران امام حسین. بصره یکی از بزرگترین شهرهای جنوب عراقی که اگر هنگام غروب آفتاب مهمونش بشی بانگ بلند اذان مساجد خبر از اکثریت مسلمان ساکنان شهر میده. و اگه مثل ما یک شنبه شبی وارد بصره شده باشی صدای زنگ کلیسای مریم مقدس از آغاز مراسم مذهبی اقلیت مسیحی با خبرت میکنه. اختلاط خوشاهنگ نیایش مسیحی ها و اذان مسلمونا نشونی از یگانگی و وحدت اقوام و مذاهب این شهر داره. اما این آهنگ محبت و وحدت هیچ وقت خوشایند فرقه های کور و متعصب تکفیری نبوده. ساحر بصری مسیحی معتقدی است که امروز به همراه یکی از دوستان صمیمی شیعش به کلیسا اومده. ساحر معتقد این آتش اختلاف وارداتی و خواسته استعمارگرانه. اونایی که هیچ وقت دوست ندارن عراق رو مستقل و قدرتمند ببینن. اما همشون کور خوندن، چرا که هرگز اختلافی بین او و همبازی دوران کودکیش وجود نداشته. العراق متنوع بالقوميات، متنوع بالديانات، متنوع بالمذاهب، متنوع بالأطياف، وهذا الشيء موجود من زمان. احنا متعايشين. بعد ما صار التغييرات، بعد التغيير النظام دخلت علينا التفرقة، بس محبتنا لبلدنا مثل ما أنا أحب بلدي وأحب أخويا والنابعة فقط، ليس فقط أنه أنا عراقي وعراقي، أيضا العقيدة نؤمن بها. أنا ما أتكلم على هذه الفئة الضالة اللي تزرع الإرهاب وتزرع الفتن وتزرع الحقد. هو هذه المشتركات. دکتر سعد پتروس مسیحی دیگری است که مثل ساحر بصری فکر میکنه و به خاطر تلاش فراوونش در خاموش کردن آتش عداوت کور مورد تقدیر برادران شیعه خودش قرار گرفت. هذا الدرع هدية من مؤسسة النبع العظيم. أنا كرجل مسيحي أزور مجالس العزاء الحسينية عدة سنوات. احنا كمسيحيين 3 سنوات الماضية ألغيت بسبب أن تزامنت مع حرمة شهر محرم الحرام. وتقديرا لهذه الجهود استلمت هذا الدرع هدية من سماحة السيد محمد الصافي، تقديرا لجهودنا وتقديرا للعلاقات الأخوية التي تربط ما بين الديانتين الإسلامية والمسيحية. اینجا تصفیه خونه مرکزی آب شهره
جایی که شیخ علای شیعه دوست مشترک ساحر بصری و دکتر پتروس اونجا کار میکنه. يعني أنا هنا على المراقبة مال الكهرباء اللي خاصة بالتولد مال المضخات، يعني إذا كانت ارتفعت درجة حرارتها أو مثلا صار بها فرد أمر معين من ناحية الأمبيرية فيبين عندنا هنا، فننزل الرئيسية نشوف شنو العطل اللي بيها. به غیر از مهندس علای شیعه، کارمندای دیگه‌ای هم از اهل سنت و مسیحی ها و سابعین اینجا کار میکنن. درسته که گاهی بحث های جدی مذهبی هم دارن، اما همشون در خدمت به زوار امام حسین یک دل و مشترکند. موكب عيسى بن مريم ما أتى مجموعة من المسلمين ولا مجموعة من الصابئية ولا مجموعة من المسيحية ولا مجموعة من السنية اجتي كونوا يعني كل من على بعضه أو على حداه وسووا، لا كان باتفاق الإجماع المسيحيين والصابئية والمسلمين أنه يكونون هيك فد موكب. كان أغلبية اللي موجود به من الطائفة المسيحية، مثلا من الطائفة المسيحية ساهر هو أحد جيراننا، عائلتهم من العائلة المنتظمة المحترمة. ساهر لديه نادي وهو العازف والمطرب الذي يغني فيه، هذا شغله يعني. ولكن حينما بدأنا بتأسيس موكب عيسى بن مريم بدأ يخدم ويشتغل ويانا وعلى حسب الأصول، وهو الآن يعمل في موكب عيسى بن مريم وهو في خدمة أبي عبد الله الحسين، لكن ساهر بعد مسيحي ونحن إسلام والحمد لله. دکتر سعد پتروس یکی دیگه از دوستان صمیمی شیخ علاست. سابقه آشنایی اونا به سالهای دور برمیگرده، یعنی زمانی که شیخ علا دانشجوی دانشگاه بصره بود. حالا چند سالیه که دکتر سرپرست و مسئول امور اقلیت‌های دینی استان بصره شده. في البصرة هناك عدة طوائف مسيحية، الكلدان والسريان والبروتستانت والأرمن، ويعني هناك 7 طوائف مسيحية في البصرة، إضافة إلى الصابئة بحدود ما عندي رقم، يعني ممكن من رئيس الطائفة بيعطيكم الرقم المضبوط، بس في المسيحية دکتر پتروس مسئولیت‌های دیگه‌ای هم داره. او مدرس فیزیک در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه بصره است و دانشگاه بصره یکی از معتبرترین مراکز علمی عراق محسوب میشه. عندي أكثر من 46 بحث علمي، وعضو في الجمعية الملكية البريطانية للمجاهر الإلكترونية من أكسفورد، وعضو في الجمعية المجاهر الإلكترونية في بروكسل أوروبية أيضا. هذا فد موجز بسيط لإنجازاتنا العلمية. شیخ علا قبلا دانشجوی دکتر پتروس بوده و مدرک مهندسی برقش رو هم از همین دانشگاه گرفته. أنا خريج كلية الهندسة التقنية جامعة البصرة، والآن أعمل مهندس في تابعة لوزارة الصناعة والمعادن العراقية. دوستی اونا از کلاس درس فیزیک دکتر شروع شده و با پرسش‌های خاص شیخ علا کم کم شکل دیگه‌ای به خودش گرفته. ما هي الرابطة التي تربطكم مع الحسين؟ ما هي التآخي بين المسيحي وبين الحسين؟ كيف تقارن مقارنة بين صلب المسيح مع قتل الحسين؟ هناك مشتركات، يعني احنا شفنا حتى رأس الإمام، يعني واحد من الرهبان هم علق عليها، ذكر يعني واحد من الرهبان علق على الرأس قال كيف انه تعاملون الإمام حسين بهذا الشكل، وهذا يشبهنا بصلب المسيح. فهذا حدث عن حقيقة أنا يعني ألمني ما كما لم الحدث مع يعني صلب المسيح. وأيضا هذا شيء يعني من نسمع المقتل في 10 محرم، يعني هذا شيء يعني مؤلم جدا بالنسبة لي على الحدث اللي صار، وهو جاء يعني برسالة، والشخص هو شخص سلام لكنه تفاجأ بالشيء اللي صار، ويعني كان الحدث حدث يعني مؤلم جدا عندما يعني نسمع مقتل الإمام حسين. هذا يؤلمنا ويحزننا ويبكينا أيضا. هذه المشتركات الموجودة يعني من ثورة الإمام الحسين عليه السلام ومع العقيدة اللي نحن نؤمن بها، المشتركات كثيرة، ولذلك نشوف يعني حتى كثير من القادة أنتم تسمون النصارى أو المسيحية، القائد وهب هو ناصر الإمام الحسين عليه السلام. هذا يزيدني فخرا يعني أنه جذورنا يعني كمسيحيين في العراق
أنه ما قدمه للإمام الحسين وما نقدمه نحن حاليا في الوقت الحاضر هو امتداد للماضي. شیعه ها و مسیحی ها یه جورایی با هم قوم و خویشن. این جمله شوخ طبعانه شرح انگیزه شیخ علا برای دوستی او با مسیحی هاست و صد البته استدلال او مبتنی بر تاریخ وقایع کربلاست. اول وهب نصرانی که یکی از معروفترین شهدای عاشوراست. دومین شاهد مثال راهبی است که در دیری نزدیک حلب سر مقدس سیدالشهدا را شستشو داد و معطر کرد. با این حال شیخ علا معتقد وقایعی که برای امام حسین اتفاق افتاد با هیچ مسیحی قابل مقایسه نیست، چرا که مسیح یک نفر بود و زنده موند و به آسمون رفت، اما امام حسین و اهل بیت او سرنوشت خونباری داشتند. اليوم زينب تنتح يا عباس، تقول له زينب وين العمام وين العباس وين العجوله وين حتما یادتون هست که شیخ علا از شغل ساحر بصری می گفت و اینکه ساحر قبلا در کار اجرای مراسم عروسی و اجاره تجهیزات صوتی مربوط به اون بوده. اما ساحر خودش تأکید میکرد که از 3 سال پیش و دقیقاً از وقتی که در موکب امام حسین مشغول خدمت شده به کلی تغییر شغل داده و رفته سراغ یک کار دیگه. ساحر میگفت اگه وهب نصرانی میتونه عاشق امام حسین بشه و براش شهید بشه، حتما وسایل صوتی من هم میتونه از این به بعد فقط برای امام حسین بخونه. حالا مدت هاست که تجهیزات صوتی ساحر در تعزیه سیدالشهدا روزه میخونن. یا مبدل السیئات بالحسنات. أنا برأيي أنا شو أقول إن أي شخص يريد يخدم الحسين مو بس إنه الحسين لا للفارسي ولا للعراقي ولا للبحراني، لا 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 لا، الحسين لكل العالم لكل البشرية. فاللي يريد يجي من اليهود حياه، خليه يجي يخدم الحسين. هاي الناس عارفة حق الحسين، لما جدتي لي جاي عارفة حقا انه الحسين شنو، الحسين إلمن مو الحسين إلي وإلك، لا 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 لا، الحسين للكل. هذه يثير الإعجاب، يعني محبتكم للإمام بهذا الشكل، هذا فشيء يثير الإعجاب وشيء مفرح، يعني مفرح. يعني أنا أتكلم كمسيحي وحتى من إخواننا السنة أو من الصابئة أو من أي قوميات، يعني لاحظ هذا الشيء فشيء يعني عجيب حقيقة. هذا يثير الدهشة، يعني شيء مبهر. يعني أنا يعني الكلام قليل، إيش قد ما أعبر هو قليل يعني. شرب مية زايد.
يا زوال حسين يحفظكم الله، يا زوال حسين يحفظكم الله. امشي على زينب. ولا أعتقد هناك في دولة غير العراق تعمل هذا الشيء. يمكن حتى الفقير، إنسان الفقير يطيف الشيء. هذا الدلالة على محبتهم للإمام وعلى محبتهم لرسالة الحسين. وهذا الشيء أنا صحيح أنا زار عدة دول، ودراستي أيضا في مكان وزرت عدة دول، بس ما لاحظت هذا الشيء موجود عند العراقيين. وهذا في الشيء يعني إحنا نفتخر، أنا كمسيحي أفتخر بإخواننا الشيعة من يسوون هذا الشيء، وأشوف أنه الأكل والشرب يعني الناس يتوسلون في الناس المشاي مثل ما يقولون، يتوسلون أنه تعال بس تاكل وتشرب وتعال أنا أقدم لك كل الخدمات. هذه الصالة اللي قلت لك عنها تصير صالتين هيك، واحد من آخره وهذا الطبقة الفوق. هذه الحسينية، خب هذا الجراج. يعني أبو ياسر السلام. جملاتی که الان خواهید شنید از دهان یک مسلمون خارج نشده. اینا حرفای یک غیر مسلمونه. الكلام ما يقدر يوصف إمام يعني فد شيء معجزة من الخالق سبحانه وتعالى. الأئمة المعصومين أهل البيت هم أهل العلم وأهل الثقافة وأهل المعرفة، فكل شيء يعني كل شيء اللي تحكي عنه بحق الإمام هو قليل. لو كل الناس تكتب مؤلفات وتكتب طول حياتها ما تقدر توصل إلى عظمة الإمام. الأئمة عظماء. أنا رحت لإيران ثلاث مرات لزيارة الإمام الرضا عليه السلام مشهد. آیا میشه باور کرد که علاقه یه غیر مسلمون به حضرت علی بیشتر از خود شیعه ها باشه؟ صاحبة الكرم، صاحبة الضيافة والمضيف، صاحبة لقاء الأحبة. الإمام علي فيلسوف زمانه، صاحبة القلوب البيضاء، إضافة إلى أنه الوصي. ترك عقال الدنيا، ترك مباهج الدنيا، وقال يا دنيا غري غري غيري. هاي خلاصة الإمام علي. إنه مرتبط بالسماء في كل شيء رغم شجاعته وقوته وكرمه وإلى آخره. حرفایی که شنیدین از زبون کسانی بود که نه مسلمونن و نه شیعه، اما به امام حسین خیلی اعتقاد و علاقه دارن و اونقدر برای زوارش حرمت قائلن که هر روز براشون هدیه میبرن و دلپذیرترین آهنگ ها براشون نوحه های امام حسین. و در طول این 20 روز ایام زیارتی خودشون رو موظف میدونن که هر روز توی یکی از موکب‌های بین راه خدمت کنن. هناك ان شاء الله صور كثير هناك، ولقاء احبتنا في موكب عشاق الحسين العظيم. هناك الشاهد ان شاء الله الخير والبركه والمحبه والتآلف والسلام ستراها هناك في المجاميع الضخمه التي تراها تسير زياره للإمام الحسين. أهلا وسهلا بكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ماجورين عظم الله أجركم. ماجورين غاتي. هلا بكم. القناة الإيرانية الثانية تصور زوار الحسين وخدام الحسين. هلا بكم. كلمة عندك، كلمة عندك كنت تزور الإمام الحسين ماذا تطلب؟ اشتباه نشه، این آقا گزارشگر و مجری هیچ تلویزیونی نیست، اما امروز به خاطر محبتش به امام حسین و برای معرفی بیشتر این مردم به شما تصمیم گرفته مجری تلویزیون ایران بشه. احنا محافظة البصرة يا منطقة أبو الخصيب. أبو الخصيب، من أبو الخصيب يقدمون إلى زيارة الحسين سيرا. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بكم. ماجورين عظم الله أجركم. أهلا وسهلا بكم. وأنت تشاهد الآلاف المؤلفة تسير حبا بالإمام الحسين بن علي وصي محمد بن عبد الله. شكرا. مؤید صالح سعید از علمای بزرگ سابعی عراق و از پیروان دیانت توحیدی حضرت یحیی بن زکریا است. تو بازار تره‌بار بصره
معادله جالبی برای خرید و فروش وجود داره. اگه برای زوار خرید میکنی، فروشنده ها با تخفیف مفصلی که بهت میدن تو خدمتت به زوار مشارکت میکنن و این مشارکت تحقیقاً اجباریه. اما مغازه ابو نصار به خاطر فرارسیدن ایام عزاداری و تعطیلی جشنها این روزا خیلی کساد. صياغة الذهب من المهن الحرة الموجودة بكل العالم يعني، بس بالنسبة إلى صياغة الذهب كصياغة وفن متخصصة بها طائفة الصابئة، وعلى مر الأزمان مر العصور الصابئة بالعراق، الصابئة بإيران، الصابئة اللي سكنوا سوريا كانوا يمتازون بهالفن. هذا هو فن الصياغة. ابو نصار هر روز حوالی ساعت 10 صبح مغازه رو به شاگردش میسپره و خودش راهی موکب حضرت رقیه میشه، جایی که همسر و دخترش تمام این 20 روز رو اونجا میمونن و کنار زنان شیعه برای زوار امام حسین غذا میپزن. استشهاد الحسين مناسبة تعز على كل إنسان. الإمام الحسين مبدأ، الإمام الحسين ثورة، الإمام الحسين عقيدة، فكل إنسان يحمل العقيدة ويحمل المبادئ يسير على الخط الذي سار عليه الإمام الحسين. لذلك ترى كل الطوائف بالعراق مو بس الصابئة، المسيحيين وكذلك، إنه هي عائلة واحدة. فأبناء طائفة الصابئة المندائيين في العراق تمتنع خلال هالشهرين هذا عن الزواج، تمتنع عن الأفراح احتراما للإمام الحسين بهذه المناسبة العزيزة. همکنون در عراق در کنار رود دجله و فرات و در شهرهای بصره و اماره و موصل و جاهای دیگر و در خوزستان ایران در کنار رود اروند و کارون هزاران نفر زندگی می کنند که خود را مندایی یا صابئین یا صبی می نامند. آنها دارای زبان و خط مخصوصی هستند که شاخه ای از زبان سریانی است و دارای معتقداتی ویژه و کتبی مقدس هستند. مندایی ها عقیده دارند که حضرت یحیی صحف آدم را به روایت از پیامبران سلف یعنی نوح و ابراهیم و شیس و آدم برایشان روایت کرده. پس آنها خود را پیروان حضرت یحیی ابن زکریا می دانند. معتقدند که یحیی ایشان را از ستم یهود نجات داد و با تعالیم خود آنها را مندایی کرد. مندا به معنی علم و عرفان است. یحیی در کنار رودخانه ها به تعمید مردم پرداخت. پس از طرف خداوند پیامبر راستین نام گرفت. این مطالب و خیلی بیشتر از اینا با یه جستجوی ساده توی فضای مجازی پیدا میشن. اما اگه بخوای میزان صدق و صفای صابئین مندایی رو بیشتر بشناسی، باید مثل ابو کمیل با اونا زندگی کنی. ابو کمیل دست کم 30 ساله که با یکی از بزرگان این طایفه به نام مؤید صالح سعید که به ابو علی هم معروفه همسایه است. ابو علي عاش ويانا من اب الجد من عائلته، وهذا سكن هنا بنفس المكان مع اهلنا، تربى بينا علاقه خاصه يعني. درست علي بالمتوسطة، هسه الان علي دكتور، هو اصبح علي، وما ادري بي دكتور. لما فد يوم رحت للمستشفى ولقيته قلت له علاوي صار درستك بالمتوسطة. فأول ما بديت المتوسطة ولقيت اسمه علي، سألت قلت ايش عجب اسمه علي؟ فحكولي انه اكو فد قصة بيها انه وصاير عندك ولد وسميته علي. اثناء زواجنا انا وام علي صارت اسقاطات عدة، يعني 7 أطفال ذهبوا إلى رحمة الرب. فقام والدي بزيارة الإمام علي بأنه يطلب منه بواسطته ولد، ورجع من الباب ورجع
لم يدخل حضرة الإمام من الباب ورجع. ففي الحمل الآخر سماه هو علي نسبة للإمام علي، والعلي هو الله، لأنه ماكو واحد يقدر يطرق باب الإمام علي ويجي، وخل علي هو طفل صغير بسيارة خاصة وداه إليه، زوره هناك، زوره عند الإمام علي. با فرارسیدن وقت عبادت روزانه، ابو علی از همه عذرخواهی کرد تا آماده انجام فرائض خاص خودشون بشه. وضو، نماز و بقیه آداب عبادی سابعی شباهت نزدیکی به آداب عبادی مسلمون ها داره. يا من الكمار هذا ربوت الكبير العظيم واحد في السماء واحد. نعم. بعدين قبلتكم وين؟ القدس الشريف، هذا الشمال، هذا الشمال العظيم. استريح هناك وانا هسه افتح لك الكتاب المقدس. اسوثه وزكوثه، شفاء ونصر، هيله وشراره، قوه وحق. توم شابق خطاينا ويل هون، الكل هون ترميذي ومنداي. هو الجلال والاتقان، هو العدل والأمان، هو الرأفة والحنان، الأول منذ الأزل، خالق كل شيء. طوبى لمن وهب فإنه لمأجور، طوبى لمن كسى فسيكسى من أردية النور، وإشعاعات نوره تنبعث من بين أوراق إكليله ملء الأكوان. هسه الآن خب من قديم أشوفك تخدم وياهم ويا خدمة الإمام الحسين وكذا، هسه هاي عقيدتك بيها شنو بالله؟ لا مصيبة أكبر من هذه، لا مصيبة أكبر. رجل إمام يعترفون به ويصلون على جده، وإنه مو بس اكتفوا بذبحه، إنه بداسوه بالخيل، إنه بركبون النسوان والأطفال على نوم من الكوفة. هاي مو أمة، هاي مو أمة، هاي الفعلة الفعلة جريمة، جريمة لا تغتفر. ملعون الأمم الثلاث، ظالمة يزيد، والقاتلة عمر بن سعد وجلاوسته، والراضين منا، خاف راضي منه، إلو حجت جد جد جده إلى يوم يبعثون، خاف واحد رضا. دائما الحرب بين الظلام والنور. هؤلاء أبناء ظلام شر، أبناء النور يريد يطفون الظلام، بس أصحاب الظلام كثيرون، دائما أصحاب الظلام كثيرون. با اینکه ظاهرش پیر و سالمنده، اما باطنش مثل گل با تراوت و جوونه. این تعریف ابو کمیل شیعه بود از همسایه بزرگوار و مهربان سابعیش که سالهاست به خاطر قصه اسمگذاری پسرش علی همه مردم منطقه ابو علی صداش میکنن. ابو کمیل هم چند سالی میشه که علاوه بر تدریس زبان به کار تجارت و تولید مرغ و ماهی مشغول شده. خیلی خوشحاله که خدا وسعتی بهش داده و میتونه 3 تا موکب رو اداره کنه و اونجا همراه همه برادراش به زوار خدمت کنه. اینجا مضیف ابو کمیله که این ایام 24 ساعت در اختیار زوار. مضیف به مهمون هایی با همین شکل و شمایل میگن که شیوخ و بزرگان عشیره برای پذیرایی مهموناشون و یا حل مشکلات و اختلافات عشیره ازش استفاده میکنن. امروز ابو علی هم مثل زوار امام حسین مهمون عزیز این مضیفه. ابو علی مدام به ما سفارش میکرد که از همسایه مسلمونش غافل نشیم. میگفت ابو کمیل گنجیه که باید خودتون کشفش کنید. پس ما هم بنا به توصیه ابو علی از صبح زود امروز با ابو کمیل همراه شدیم. واحد من سوينا البحيرة هي هاي مع الأسماك. أنا في نيتي
استفاد منه بالخدمة. وكان عندي نية أسوي بعد دواجن تربية دجاج إن شاء الله يعني، فهم للمشايخ. فإخواني وأصدقائي وهاي قالوا هذا كون تبيعونه قبل صفر، لأن إذا خليتوه يم صفر أبو كميل ما يخلي من عنده شيء. حرف دوستان ابو کمیل اگرچه در قالب شوخی گفته میشد، اما واقعیتی بود که ابو علی هم قبلا ازش برامون صحبت کرده بود. اینکه ابو کمیل تا آخرین سکه های ته جیبش رو هم توی این راه بذل میکنه. العام رحت إلى مشهد، كرمني الرضا بكرمه دخيله، وأنا هناك فكرت زين شلون أرد الفضل. قررت وأنا هناك قلت السنة الجاية بنتجي المشاية أسوي حسب طلب الزائر شنو يريد أوفر له، أسوي كل أنواع الأكل، فأعطيه للزائر يابا تفضل شنو تختار من الأكل، كوزي كباب دجاج سمك شوي طينة بامية كل الأكلات. هلا بيهم. سمك ماشط والعباس سمك ماشط أترجع فدوى أروح لك والله يفوتك، وقوزي وكباب ودجاج كل شيء. هلا بيهم هلا بيهم هلا بيهم قواك. عندك نفر كباب دجاج وسمك وقوزي وكباب ومرقة فاصوليا. هلا بيهم دجاج شوينا سمك وقوزي وكباب والمرقة يا تعال بس استريح هنا خلنا قاعدين على ايدي تمتاز موقف همدين غير خدام. هلا بيكم. ابو کمیل امسال به بخشی از آرزوهاش رسید و موفق شد چندین مدل غذا برای زوار فراهم کنه. اما مشکل امروزش اینه که امثال خودش توی این راه خیلی زیادن و اونام میخوان به زوار خدمت کنن. با اینکه این راه خیلی طولانیه و تعداد زوار هم میلیونیه، اما سفره کرامت امام حسین چنان گسترده است که خادمین اینجا باید به زائرین التماس کنن تا از سفرهشون لقمه‌ای بردارن. بتغدي له ولا دجاج وسمك وقوزي وكباب ومرقة قوزي عندك. این فرهنگ نثار و ایثار با این وسعت و کیفیت تو هر دیانت و ملیتی که باشه بی‌نظیر و مایه مباهات. دجاج وسمك وقوزي وكباب ومرقة فاصوليا فدوى اروح لك استريح يا زاير. هي بها لذة خاصة عجيبة غريبة، واعتقد ماكو واحد يدخل بهذا الجانب بالخدمة ويقدر يبطل، مستحيل. بس شنو يزيد بعد يتثبت فيها هيك يتمسك فيها ما يقدر يبيع ذهب يبيع يروح يتداين ما ادري شنو كل هيك وياي الناس. يعني مو شيء مميز عندي ولا يعني الآن من البصرة إلى كربلاء ماكو متر بين موكب وموكب، بعد أصبحت ماكو إلا طريق بس يسوي طريق. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا. سیاستمدارها همه قدرتشون توی لشکرکشی به کشورهاست، اما قدرت حقیقی در فتح قلبها و جانهاست. كان عيسى ويحيى متقاربين، أما زكريا فهو والد يحيى بن زكريا، ونفس المصاب الذي تعرض له زكريا تعرض له الحسين، لذلك يذكرون بأنهم أشقاء. نعم. تيجي نسوي لك مقابلة مع زائر، مقابلة مع زائر. My town now, مع I am الخادم. working from all the people and serve all the people to Imam Hussein, to eating the people, to make medicine to the people. إنه يعمل لخدمة الإمام الحسين ويعمل لخدمة الزوار لتقديم الأكل والشرب وراحة And we make الزوار. all the service in the أي خدمات يقوم بها هذا مهندس في البواخر بالإنجليش. in the Norway. I am engineer in the Norway and coming here to the server. مهندس سفن في النرويج جاء لخدمة
في عاشوراء لخدمة زوار الإمام الحسين. ثانك يو. ما هو سبب زيارتك للإمام الحسين؟ شو تسوي رايح للإمام الحسين؟ عشق للحسين. بعد شنو؟ هداية للحسين. بعد شنو عندك؟ نصرتي للحسين. تتعلم منك شو يجيب لنا؟ القيم والأخلاق والمبادئ. رحمة الله على والديك، رحمة الله على والديك. هلا بيك هلا بيك. حياك الله حياك. هلا بيك. ودائما تقول لي لواحد من الصابئة يطلب منك الخير والبركات. كلكم حسينيين ان شاء الله. توكلوا على الله. الأطفال الصغيرة التي تسير مئات الكيلوات بغية أن يحصلون على الأجر والثواب إلى الإمام الحسين. اللي تصير لقطات يعني في اللقاءات عفوية حلوة طبيعية، يعني طبيعية. هو الورك العظم التحم. نعم خير. بقت عندي الكتلة العصبية. إن شاء الله إن شاء الله. ايش تطلبوا مني؟ هذه الكتلة العصبية أراجع بها طبيب لو ما راجع؟ راجع. هذا الطبيب اللي رايح به عدل إن شاء الله إن شاء الله. هلا بيك طبيب إن شاء الله. هلا بيك هلا بيك. انت مو تريد شيء يعني ما والله انا اعرف ما حد يدور ثواب، يعني ما حد يدور ثواب واجر وكذا. بالبدايه صح كان عندنا هيك شيء انه يا ابا الحسين يباعوا في كذا وما ادري شنو، فتشوف هذا يبذل يدري يقول لك الحسين راح يزيدها علي. هسه هاي هم انشالت سبحان الله، بل ما حيدورها يقول لك انا ادور خساره بعد ما ادور ربح. انا اريد اكسب، انا اريد اكسب، يعني اتمنى احس بالخساره شيء انه يكون ما عندي شيء من اجل سيد الشهداء. کسایی که تا آخرین سکه های ته جیبشون رو هم نثار میکنن خیلی زیاد. حتی خیلی ها توی این راه سر و دست میدن و شهید میشن. اما ابو کمیل معتقده که هر کسی هر کاری هم که بکنه بازم هیچ کاری نکرده. واحد دائما اللي يربي له شيء يكون عزيز عليه. يعني مرة واحد يربي له بلبل لما يموت يتأذى عليه، صعب عليه يبيعها، صعب يعني يتأذى ولو لحظة. أقول شلون سيد الشهداء اللي ربى ولاداته يعني مو عجبه انه رب السمك غنم علي الاكبار الله الرضيع طعم سيد الشهداء يا سمك يا دجاج يا غنم يا روح يا نفس يا بيت يا سيارة كذا ما تجي يعني ماكو قياس ابدا. هذه صالة، هذه مطبخ، هذه غرفة نوم، غرفة أطفال فاطمة. این خونه 3 ساله که قراره تکمیل شه، اما هر سال یه طورایی میشه که نمیشه. همون سال اول که تازه خاک برداری شده بود، ابو کمیل همه میلگردها و کیسه های سیمان رو فروخت و خرج زوار کرد. امسال هم خودروی شخصیش رو به همراه کل تیراهنهای این خونه فروخته تا مهمونی چیزی کم و کس نداشته باشه. هذه حسينية 12 متر مقابل مولاي علي بن موسى الرضا. بعدين اسوي لها مطبخ خاص، انها مطبخ خاص. هذه حديقة للحسينية، في ايام محرم ان شاء الله يصير كادر مع الخيمة. هذه الحسينية خب، هذا الجراج. اراوي الصورة بالحاسب اقول له هذا بيتنا، شوفي هذا بيتنا. اللهم صل خليها تعيش بالصورة.
بعد فلوس ماكو يعني نصرفهن. فالكل يعني يشاقون وياي يقولون هذا مستحيل البيت ينبني، لأن دوم اكو مناسبات، دائما مناسبات. لا وماكو مشكلة يعني. هسه انا مو والله العظيم، والله ويدري مولاي علي بن صادق ما كاذب، مو مهم عندي السكن. هسه انا اردبني بيت ضخم، بس على اساس شنو؟ يعني مو قضية هذا بيت ضخم ووجاهه وانا ارتاح بيه، اصلا ما عندي مشكلة انه اقعد ببيت. خب شفت البيت انت؟ شفت؟ لا وماكو مشكلة يعني. هسه انا مو مهم عندي السكن. هسه الله سبحانه وتعالى واهل البيت رزقوني مرة تتحمل، ولا الغيرة ما تقدر يعني تصبر. هسه الحمد لله حتى البيت هسه بدا يساقط ورطب، حتى البنات مريضات فطومه. فمو قضية انه بيت احط لي بيت ضخم وهاي، لا الشغل الخدمتي اريده، عند الخدمتي انا تجيني زوار، تجيني ضيوف، من يعني علاقاتي اللي تربطني بسيد الشهداء، يعني يجوني مجالس كذا اريد لهم اسوي لهم احسن مكان. هو هذا يعني مو قضية. واقشمر عائلتي من اقول لها ابوي راح اسوي لي تشي واسوي لي تشي، بعدين عايشه بالامل. خل اراوي الصوره بالحاسب، اقول لها هذا بيتنا، شوفي هذا بيتنا. اللهم صل. بعد ال91 توفت مرة. امروز دقیقاً 11مین روزیه که ابو کمیل نتونسته حتی 2 ساعت راحت بخوابه، چون هر لحظه از شبانه روز باید در خدمت مهمونا باشه. اما مهمونای امروزش زائر نیستند. اونا 2 تا خانواده از عشیره اسعد هستند که اومدن اینجا تا ابو کمیل به عنوان بزرگ و شیخ عشیره اختلافاتشون رو حل کنه. شأن و منزلت شیخ عشیره خیلی محترمه، اونقدر که اختلاف بزرگی که قانون هم نمیتونه حلش کنه با قضاوت شیخ عشیره به راحتی حل و فصل میشه. اما همونطور که امروز مضیف ابو کمیل محل ذکر اهل بیت شده و جای طرح هیچ دعوایی نیست، ابو کمیل هم امروز خادم زوار امام حسین شده و شیخ هیچ عشیره‌ای نیست. قال ما البس، لا يعني عيب البس انا بعقيدتي. فيما هناك انا عبد وخادم، ما اصير شيخ. هسه شيخ هنا ايام محرم وصفر خادم. فالناس تجيني على مشاكل هسه الان بالصدفه، يعني عندهم مشاكل كذا يحتاجوني، انا ما البس عقال فادز اخواني احمد ابو علي. هسه راح عندهم مشكله يعني. احمد يعني يساعدني بامور العشيره، هواي اعتمد عليه هواي. مهمونها رو در کمال احترام به خونه برادرش میفرسته تا مشکلشون حل بشه و خودش مؤدبانه به انتظار زواری که از راه میرسن میشینه. الشيوخ بالعراق مقيدين بقيد، يعني قيد سلسلة ضخمة مقيدتهم، اللي هي الكبرياء والتعالي مال المشيخة. صعب انه يذل روحه لهاي الاشياء او يكسر نفسه. سمعته كذا كبرياءه، هو بهندامه بشخصيته بعقاله وشفيته وعباته وهذا. صعب عليه انه يكف صينيه كذا ويوزع شاي او يوزع ماء او ينزع عقاله في محرم مثلا، او حتى يبكي. صعب عليه، يعتبرونها ضعف. حتى في قعدته، يعني من يقعد الشيخ يجب ان يكون بهالشكل مثلا. حتى من يكسر ظهره، انا شفت على عشائر الناصريه والفرات يكون يقعد هيك، حتى ظهره هيك مستقيم يعني. حتى هاي القعده لا يحسون بها. هسه ما لنا علاقه بس مقابل اهل البيت، المفروض هاي تنشال، المفروض يعني تنشال. جاي يشوفون بمرور الزمن هاي الناس تخدم والفقراء والمعوق وكذا وكلها تخدم. خب ايش تنتظرون بعد؟ شنو اللي تنتظره؟ المثال موجود عندنا، حبيب شيخ عشيرة. المثال اشو حبيب من طلبة سيد الشهداء ودعا للنصرة. حبيب ما كضته هاي،
أصلا ما بلغ عشيرته. يا حبيب ما يقدر، وعنده قبيلته بذاك الزمن تعد بالآلاف مثلا، خب هم يقدر يقعد ويزعم قبيلته وعشيرته ويقعد، ما بلغ عشيرته. يعني ما انتظر الزمن، قد يكون هذا الزمن يفوته ولو قليل. هسه مثلا على مستواي أقدر أجمع العشيرة بمدة ساعة، لكن هاي الساعة شلون خاف تفوت. مات أنا يا حبيب، راح حبيب في العشيرة، نزع هاي القيود طقهين راح إلى زينب. أكيد حبيب لو لابس عقال ذبه سيد الشهداء. هسه ولو قال يجوز ما أكيد شافه بباب خيمة زينب، قالها زينب أكيد لو كان لابس عقال. هلا ومرحبا، جواكم الله بعد قلبي. هلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. استريح. حمام جاهز؟ حمام يا يريد يسبح، ملابس وسطى يا يريد يسبح. الله لا تعب روحك، تعب روحك. ليش من جوا تتعب؟ انت تعب. لا دحين يرحم روح ابوك. يا علي، أساس الإيمان الحب، العشق للرب تتغنى فيه. ومن يصل إلى هذه المرحلة؟ ومن من 1000 واحد، ومن 10,000 2. هؤلاء فريدي الإيمان. وهذه الذرية الطيبة جاءت للعمل بالمعروف والنهي عن المنكر، تقاتل الظلم والاستبداد. ولو كنا هناك لساعدناه، لقاتلنا معه، لأنه سار على طريق المحبة والسلام. وصل حد الظلم والقتل والاستهتار بالقيم الدنيوية والسماوية بقتل الطفل الرضيع. خرجوا من الإسلام هؤلاء، خرجوا من أي ديانة خرجوا. بثقتي بالرب ويقيني بالرب، عندما أطلب منه يجيبني، أن يحقق ما أبتغيه. كل مؤمن طيب يعامل الناس بطيبة ومتقربا إلى الرب يكون هكذا. فكيف بابني وصي أو إمام استشهد على هذا الطريق، على طريق الحق؟ كيف يعني كيف؟ يا حسين لبيك، يا حسين لبيك، يا حسين لبيك، يا حسين لبيك، بابجو بابا يا حسين لبيك، بابجو بابا يا حسين لبيك، سادي كوما يا حسين لبيك، سادي يا حسين لبيك، باهوتو بابا يا حسين لبيك، 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 يا ابوي عم سید سامی یکی از شیعیان ساکن قطیف عربستانه که امسال همراه دوستش علی بقرین به کربلا اومده و میخواد از زوار تازه مسلمون شده خارجی گزارش تصویری تهیه کنه. ما اجازه گرفتیم با اونا همراه بشیم، به شرطی که تو کارشون هیچ مزاحمتی ایجاد نکنه. اولین مقصد امروزشون موکب افریقایی هاست که حدود 100 نفری اونجا خدمت میکنن. بعد به موکب تایلندی ها میرن و دست آخر هم همراه کاروان زوار پیاده‌ای میشن که از سراسر دنیا به اینجا. أنتم من أين آتيون؟ نحن من غانا إلى النجف لطلب العلم. فأنتم مقيمون هنا في النجف؟ طبعا مقيمين في النجف، ولكن تقريبا سنة. ماذا تعملون في النجف؟ ندرس تدرسون؟ نعم. في الحوزة العلمية؟ طبعا. ما شاء الله. كم فرد أنتم؟ نحن
تقدير 33 جميع مجموع أفارقة 33. أما نحن من غانا كنا 6 ما شاء ومن الله. تنزانيا كانوا 4. أن قضية الإمام حسين ليس شيء حينا نعم نعصبه حينا وهو عند الله عظيم. نعم لأن هذه العظمة شاهدناها بأم أعيننا، نعم. حيث أن هناك ملايين من النفر يأتون من أنحاء العالم. مصطفى كم سنة من استفطرتم؟ الحمد لله قد صار لي 5 سنوات من الاستفطار. لاحظنا في كل سنة الشيعة هناك الحمد لله يزدادون كل سنة الحمد لله. عبد الوهاب، نعم. في السنغال كيف أتاكم الإمام الحسين هناك؟ الإنسان إذا كان مسرورا ويعرف قيمة شيء بطلبه لا يشعر بأي تعب. We're from Tanzania in East Africa. We're Indians, migrated from India a very long time ago, like 4 generations. And I think that time the people our forefathers were Hindu, and then they converted and they were Ismaili, and then we became like Ithna Ashari. You are Ismaili? Yes, yes. How many of you here? In our group only there's 200, but there's other groups from Tanzania who have come who also have 200. Okay. So there's total probably 500 Tanzanians altogether, or more. Yes. هلا بهم زوار ابوالي تفضل يشرب ما يشرب شاي تفضلوا علي وياهم قواكم الله. أريد أتذوق ذلك. نعم. أنت تضع. أين الملعقة؟ ملعقةช้อนبدون أم بالنباتي نباتي نعم نباتي. درجة أولى هاي جميل. للزوار. أنتم أتيتم هنا نساء ورجالا؟ أولا فقط الرجال، نعم. وبعد هذا أخ الشيخ محمد تايلاندي في السنة الماضية رجع إلى تلوى تزوج وجاء بأهله إلى هنا. ما شاء الله. What is your name? My name is Dina. Dina. How did you know about Mashaya? When I live in Thailand, I go to Hausa in Thailand and to listen about Ya Hussein. In Thailand, haven't caravan to Ya Abdullah, Haram Imam Ali wa Imam Hussein. I cannot explain that because this very great. You cannot see about word or talk. من يجي ولد شو تسمينه؟ سمينه What is the name you will select for the baby? حسين. الله يبارك فيك. أنا من هيئة البقيع. إيش قد وصل؟ إحنا عند 502. طيب أنتم بس وين فيكم؟ ببلغ الحين. وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صل الله عليهم أجمعين ولعن الله على الله ظالميهم من الأولين والآخرين آمين يا رب العالمين. هلا بدوها رب السجاد. هلا بيهم دوام الله غاتي وصلتوا ان شاء الله وصلتوا. يا سهلا. يا حسين لبيك يا سيدي يا طاري يا حسين لبيك أرسله يا طاري يا حسين لبيك يا سيدي يا طاري يا حسين لبيك يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين لبيك يا حسين يا حسين يا حسين لبيك يا حسين يا حسين يا حسين لبيك يا حسين يا علي يا حسين لبيك لا نني دلا يا حسين لبيك يا سيدي يا طاري يا حسين هناك مهمونایی که به کربلا میرسن هر قدرم که زیاد باشن بازم جایی برای خوابیدن دارن. حتی اگه همه هتل ها پر شده باشن و هیچ مسافرخونه‌ای هم تخت خالی نداشته باشه، خونه های شخصی مردم شبانه روز به روی زوار بازه و خیلی زیادن کسانی که به نوکری زوار افتخار کنند. هذا الشيء اللي تقدم الناس هذا فد شيء يعني بسيط جدا بسيط
لأنه الحسين لولا الحسين ما عرفت الناس، لا عرفت الله ولا عرفت رسول الله ولا عرفت دينه. خدمة الحسين كبيرة، مو كل واحد يقدر يستطيع أن يخدم الحسين. اللي حظوا بخدمة الحسين أبو الفضل العباس سلام الله عليه، حظل حبيب بن مظاهر حظل. أما هاي الناس آلي وأمثالي نخدم خدام الحسين، لعله الله سبحانه وتعالى يشفع النبي ننتفع بهم إن شاء الله ببركاتهم. هزار و 400 سال پیش حرمت پسر پیامبر خدا رو توی این سرزمین شکستن و خیال کردن که پیروز شدن. اما خدا برای امام حسین شأن و منزلتی قرار داده که از پس قرنها فقط گوشه ای از اون نمایان شده. هذا مالات جوار الحسين كل واحد يحترمهن مثل ما يقدم لهم شيء نظيف جديد. يعني تعاملنا مع خدمة الإمام الحسين يعني مو قضية عندنا عادة تقليدية يقلد بعضنا بعضا، لا، هي قضية الإمام الحسين احنا عندنا فلسفة يعني في كل أبعادها. يعني أنا أتعامل مع القدر قضية شعيرة. أنا دائما أقول للأخوة، أقول لهم احنا عندنا المجلس شعيرة واللطم شعيرة، والأكل في سفرة الإمام الحسين شعيرة، والطبخ شعيرة، كلها شعيرة من شعائر الإمام الحسين اللي احنا نعتقد بأن هاي الشعيرة هي التي تصب في قلب الدين. يعني إذا كان أكو قلب نابض فقلب الوجود هو الإمام الحسين، باعتبار الوجود الحقيقي اللي أنا أتحدث عنه هو الدين والإيمان والإسلام والارتباط بالله. وهذه القضايا اللي تشوفها الشعار هذه العروق والشرايين اللي تسري في جسد الدين كله. الآن إذا تريد تشوف روح التشيع، روح الإيمان، روح كذا، تجي في أيام عاشوراء وصفر تجد روح الإسلام الحقيقية. إذا طلعنا من قضية الإمام الحسين قد تكون يعني تجي إلى تفتش على وضعيتنا على مستوياتنا تلقاها وضعية متدنية يعني بسيطة جدا بسيطة. لكن إذا ردت تشوف كبريائنا، كبرياء ارتباطنا بالله عز وجل وارتباطنا بالدين والإيمان والعقيدة، تجي تاخذها منها القدورة، هاي منها الصخام هذا اللي موجود بالقدورة. يا زهراء ما ننسى حرفهای سید هشام آموزه هایی که از دوران نوجوانیش به یاد داره. همون وقتهایی که پدر در مجالس حسینی بصره منبر میرفت و برای جد غریبش روزه میخوند. بعد بلافاصله از منبر پایین میومد و پای دیگ امام حسین مثل بقیه مردم خدمت میکرد. والله يعني شوف اللي عرفته من الوالد أنه بدأ حياته في خدمة الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه، وخدمته للإمام الحسين كانت خدمة متميزة باعتبار أنه يرتقي المنبر في أجواء اللي يتحدث في كلمة كان يقطع لسانه. الإمام يقول لك حتى إذا تيقنت الموت، حتى لو تموت جال جد الحسين روح أنت روح. وكان السيد الوالد لما يرتقي المنبر بأسلوب يعني أسلوب سياسي حارق ملتهب، وكان يحضر له جمع غفير سبحان الله. يعني ما أعرف شلون هاي بقى إلى الآن ما أدري. يعني هو مر في مخاطر كثيرة يعني هم من الجهة السياسية من الناحية القتالية أيضا دخل في معارك مع نظام. فعالیت‌های سیاسی سید کاظم با شروع جنگ صدام علیه ایران تبدیل به فرماندهی در سپاه بدر و انجام عملیات‌های متعدد نظامی در جبهه‌های جنوب شد. با پایان جنگ 8 ساله به عنوان یکی از شاخصترین چهره‌های معارض رژیم در نشست‌های مهم بین‌المللی شرکت می‌کرد و اونقدر رژیم رو آزار داد که بالاخره دستور قتلش توسط سازمان اطلاعات بعثی صادر شد. حصل أنه الوالد اعتقال في تركيا الصور سنة 2000 في تركيا، وكان من بعد هذه الحادثة مدة يعني قصيرة بدأ السيد يحس بأورام يعني في جسمه، تورم مو طبيعي، وهذا التورم اللي موجود في كل جسمه ومفاصله بالتحديد مصحوب بآلام شديدة لا تطاق. يعني أول مرة بحياتي أرى السيد ينهار من شدة الألم بهذه الصورة يعني.
وبدأ ويا المرض من ذيك الساعة يعني. فقالوا لبعضهم قال له انه انت اكو تعرض اشعاعات او متعرض الى مادة سامة، الله العالم يعني. فبدأ المرض تقريبا من 2000 واستمر وياه الى يومك هذا. اغلب الاحيان السيد يعني حركته تكون حركة بطيئة او ثقيلة بحيث يعني يصيح من الالم يعني. لكن سبحان الله ايام الزيارات يوقف الى خدمة الزائرين ويوقف على رجليه ويطلع ويمشي ويدخل بس قد تكون هناك آلام بس هو متغافل عنها بأنسه وسعادته بالزائرين واستقبالهم وملاطفته وياهم. والله استحي اطلب النفس. كان الله يشهد ورسوله. اجيت من هناك وقفت على التل الزينبي، قلت له مولاي ابو علي، قلت له انا شفاء ما اريد، بس مولاي اريدك ما تحرمني من اثنين، لا من زيارتك ولا من خدمة زوارك، أريد تنطيني قابلية بقدر المستطاع أن أخدمهم. فالحمد لله والشكر، أحمد الله والشكر. از 20 روز قبل که اولین گروه زوار به کربلا رسیدن، منزل سید کاظم تبدیل به یک مهمانسرا شده که شبانه روز در اختیار زوار و همه اهل خانوادش از زن و مرد و بزرگ و کوچک هم لباس خدمت به تن کردند. اما امشب شب اربعین و زائرین از همیشه بیشتر میشن و سید از زواری که باید امشب رو توی ساختمون نیمه ساز سر بکنن خجالت میکشه. هذه أنا أقول لكم ندعون نكون الله يوفقنا وتتوسع الحسينية وإلا هتكون الزوار. يا الله. مهمونایی که به کربلا میرسن هر قدرم که زیاد باشن بالاخره جایی برای خوابیدن پیدا میکنن. حتی اگه همه خونه ها هم پر شده باشه، قلب سید کاظم برای اونا جا داره. اما این سرزمین فقط برای یک نفر هیچ حرمتی قائل نشد و از هیچ آزاری برای خانوادش دریغ نکرد. کربلا برای امام حسین فقط شمشیر و نیزه داشت و برای اهل بیتش فقط قل و زنجیر. قلب ها سنگ شدن و پیشونی ها رو شکستن. دست ها نیزه و شمشیر شدن و گلوی طفل 6 ماهه رو دریدن. و نصیب اهل بیت و دختر 3 ساله فقط قل و زنجیر شد. این داغ 1000 ساله است که روی قلب سید کاظم سنگینی میکنه، وگرنه تحمل پادرد و کمردرد خیلی سخت نیست. الحمد لله الآن جاي تشاهد انتقل من ذاك العالم والآن جاي يقاتل ويقارع أيضا الإرهاب والنواصب والحاقدين والحاسدين. الآن قاتلهم بالجدر، قاتلهم بالكفشير المس يعني احنا تعبيرنا، ونقاتلهم في هاي الأدوات اللي جاي نطبخ بها احنا وجاي نقدمها إلى زوار الإمام الحسين. واعتقد هاي اشرف مهنة واقوى معركة جاي نخوضها الان، معركة طبعا مع الشيطان ومع انفسنا ومع اعدائنا ايضا. شفنا وطلعنا ومشينا وصدينا الى مسؤوليات والى من هذا. انا بالنسبة لي قابلت شخصيات وقابلت رؤساء ودخلت وهذه ورحت على شكل رسم واستقبلتني دول على شكل رسم، لكن الله يشهد وهذا الحسين يشهد عليه على ما أقول، ويشهد عليه أبو عبد الله أنه ما شفت طعم ولا شفت لذة. هذا كل اللي شفته بقدر ما شفت اللذة اللي من تنام الزوان. الآن هسه رحت نظفت الحمامات مال الزوار وهذه والله هذه عندي ما شفت، يعني بتندم على ذاك الشيء الأمور اللي أقول ذيك شنو لذة ما شفت بيها طعم، ما أحس بفت شيء، لكن هذا الطعم اللي أحس به والله العظيم. حالك عيون الراية، حالك عيون الراية، بالطف كل جهة تتحاصر العسكر، بالطف كل جهة تتحاصر العسكر.
القاسم جنوب اختار وشمال المعركة الأكبر. الله. عمي والعباس أبو فاضل يسرى ويمن ظل يفتر وظل يطعن، روس العيال ظل يطعن، روس العيال ظل يطعن، روس العيال ظل يطعن، روس العيال هلا 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 روس العيال ظل يطعن، هلا العيال ظل يطعن، روس العيال ظل يطعن، روس العيال ظل يطعن، روس العيال ظل يطعن. الشيء الآخر وهو الشيء الأهم اللي أعتقد أنا يعني تورثت عن الجد وعن الوالد أيضا، هي خدمة الإمام الحسين. لأني فتحت عيني على الدنيا ولقيت جدي يرتقي المنبر وأبوي يرتقي المنبر، فصار عندي فد شوق أن أصل إلى منبر الإمام الحسين. فهاي ما عندي يعني منهم هم الله يرحم جدي والله يحفظ السيد الوالد طول في عمره. هاي القضية اللي هي أثمن شيء عندي، وكل ما أتعاطى به بالحياة الدنيا وبالحياة الأخروية هي هذه، وهي لهم. يلا تعالوا لطموا، تعالوا لطموا على جد حسين. يلا يعني احنا مستمرين، كنا في كل ليلة عندنا مجلس تعزية. سيد هشام عمره 6 سنوات وقرأ، طيته قصيدة مال إن كان عندك عبرة تجريها، إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطف، فانزل بأرض الطف كي نسقيها، فعسى نبل بها مضاجع صفوة ما بلت الأكباد. هاي القصيدة عجيبة، أنا أول ما قرأت منبر قرأت هاي القصيدة صدفة، يعني سألني في اليوم السيد الوالد فأخبرته بأن هاي القصيدة أنا أول قصيدة قرأت، هو هم كان على اطلاع يعني بالموضوع. السيد رحمة الله عليه من قرأتها قال لي أقول لك أنت شلون اختاريتها؟ قلت له ها أبوي، قال لي هذا أول مجلس لك بحياتك بعدني صغير. قال لي أنا أول مجلس قرأته بحياتي هم هاي القصيدة قرأتها، فهي نفس القصيدة أنا كتبتها لهشام بدون قصد، يعني كتبتها. حفظ القصيدة 6 سنين عمره. أنا أريد أشوفها هيك، أنا أريد أصعد المنبر. قلت له هشام ما تقرأ؟ قال لي إيه أقرأ. صعد على المنبر قرأ القصيدة. أنت تلتم؟ إيه. اليمن تلتم؟ بابا حسين؟ لا أبوك. تلتم مي أبوك على جد حسين؟ لا أبكي. تبكي؟ إيه أبكي. يقول أنا جد حسين. منا تعال قاسم سوالك مكان، يقول ادسوا. يلا 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 لا يبي يسوي مكان القاسم، يقول انا اصعد هنا وقاسم يقعد هنا. يا يقرا لنا على الحسين. يلا يلا حسين 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 حسين. يلا يلا قاسم، ها تلبس وتلطم. يلا البس. يلا يلا انا راح اقرا لكم ونلطم. يلا يا حسين ومصاب لجل العين سكاب. يلا اقرا. لجل العين سكاب. اقرا. يلا قاسم. يلا يلا يا حسين ومصابة. يلا يا حسين ومصابة. حسين 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 حسين. روح نزور. نزور من؟ جد حسين. يلا قاسم نروح.